صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة صدور الفراخ بصوص الديمي جلاس زي ما شايفينها كده، الصوص الخطير ده. وهنحط عليه المشروم، وممكن تاكليها مع الرز الابيض. هي وصفة ما بتاخدش اي وقت. هنعملها دلوقتي مع بعض. هنقول الاول ايه المكونات. بس لو اول مرة تشوفوني، انا فايزة عبد الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وهنبدأ دلوقتي بالمكونات. معانا 2 صدر من الفراخ، صدور كبيرة. ولو انت حابة تعملي اي كمية تزودي اكتر مفيش مشكلة. طبعا هي بتتغسل الاول وبعدين هنصفيها كويس. هبدأ أقطعها إزاي؟ بصوا بالطول كده وبالعرض، بحيث إن السكينة ما تنزلهاش لغاية الآخر عشان نخليها تستوي من جوه. هعمل برضو قطعة الصدور التانية بنفس الشكل. هنتبلها بالملح والفلفل الأسود والبابريكا. هقلبها من الظهر نفس الحكاية. طبعا احنا التقطيع مش واصل لغاية الظهر. برضو هحط عليها الملح والفلفل الاسود والبابريكا. هبدأ دلوقتي معايا المشروم بنمسحه بفوطة علشان ما يتغسلش او ما يتبلش، بفوطة او بمناديل المطبخ. الوصفة لو انت مش محتاجة او ما بتحبيش المشروم، مش لازم ان هي تعملي المشروم معاها. المشروم مش حاجة اساسية. بس انا هحط المشروم بالشكل ده. طبعا احنا بنقطعه كده، هنقطعه طرنشات. معايا الجريل. لو ما فيش عندك متوفر الجريلا، ممكن ان انت تحطي طاسة او وok تكون غير لاصقة. هحط قطعة الزبدة، وعشان الزبدة ما تتحرقش هحط معاها معلقتين من الزيت. تكون الجريل لازم تكون سخنة. هجيب صدر الفراخ هروح حطها على الجريل وهي سخنة علشان تاخد صدمة، وهحط التانية برضو بعدها. هستنى لما تاخد الصدمة وتبدأ تاخد شكل الجريل أو تتحمر شوية. بنسيبها حوالي زي 10 دقايق ربع ساعة. وهعملها برضو الجنب التاني نفس الحكاية. هغطيها عشان تستوي، وهديلها شقشاق مية كده بسيط لغاية لما تستوي، علشان هي هتبقى من الداخل مفتحة، فلازم تاخد حقها في التسوية. معايا مكان الفراخ معايا المشروم. هحط المشروم، يدوبك المشروم مش بياخد تسوية خالص. هحط عليه قطعة من الزبدة، هقلبه كده واحط عليه فلفل اسود. احنا مش عايزين نحط ملح لان البودر بتاع الديمي جلاس بيبقى هو اصلا حادق. هجيب كده كوباية من المية، هحط عليه البودر بتاع الديمي جلاس ده الملك الوصفة النهاردة. هحط معلقتين، هقلبهم تكون المية فترة. هقلبه كويس. هحطه كده على المشروم، وبعدين هجيب الفراخ هحطها عليه. هسيبها تاخد غلوة شوية، وبعدين هجيب كوباية كريمة هحطها كده في الآخر. طبعا احنا مسويين الفراخ في الأول، فمش محتاجة ان هي تاخد سوا كتير.
طبعا باودر الديمي جلاس ده ليه وصفة تانية خالص، فاحنا دلوقتي بنجيب الباودر بتاعها. يعني هي ليه قصة كده طويلة شوية وبيتعمل بالعظم وبتاع، بس أنا مش عايزة أطول عليكم الطريقة بتاعته. فهو دلوقتي بيتباع باودر. فشايفين ده الشكل النهائي بتاعه، شايفين شكله وطعم حلو جدا، ويتقدم كده مع الرز الأبيض. ولو عندك الجريلا اللي هي تحتيها اللي هي القعدة، ممكن ان هي بتتقدم زي ما هي كده على السفرة. عايزة اشوف رأيكم في الكومنتات، تقولولي لما تجربوا الوصفة. ولو محتاجين اي وصفة ياريت تبعتولي في الكومنتات. والى اللقاء في فيديو جديد.